These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? واش باغي يكون طلع ليه هاد الايام فيديوهات على هاد البطريق، وحاليا ولا ترند عالمي فين بزاف الناس كيبارطاجيو وكيدويو على القصه ديالو البطوليه والحزينه في نفس الوقت. فين الا شفتي هاد المشهد لاول مره كيبان عادي، جوج ديال البطاريق اللي واقفين مع بعضياتهم، غير هو الا لاحظتي واحد فيهم غيقرر يتمشى ويبدا يبعد شويه بشويه على المستعمره ديالو. وانا فين كنتسائلوا علاش اصلا الناس تعلقات بهاد البطريق، وكيفاش فيديو ديال حيوان بسيط اللي تصور قبل كثر من 17 عام ياثر اليوم في جيل كامل. المهم باش ما نزيدش نطول عليكم، خلي معك ديك لايك وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صاحبك، ويلا نفهموا المعنى ديال هاد القصه. كل شيء غيبدا مع واحد الشخص او واحد المخرج ديال الوثائقيات اللي الاسم ديالو ويرنر هيرزوغ. هاد السيد ماشي بحال باقي المخرجين اللي كيصوروا لينا الطبيعه على انها زوينه وشحال حياه البطاريق لطيفه وكيفاش انهم كيتعاونوا وكيحميو بعضياتهم، ولكن هيرزوغ غيكسر هاد القاعده، حيت هو ما جاش باش يورينا هادشي اللي عادي، بل هو كيقلب على الحقيقه القاسيه والمظلمه في الحياه ديالهم. بحيث في 2007 غيكون كيصور وثائقي في القطب الجنوبي اللي سميتو Encounters at the End of the World، او اللقاءات في نهايه العالم. وهو كيصور الكاميرا اللي كيصور بها شدات واحد المشهد كاع ما عادي. مجموعه ديال البطاريق كانت كتمشي في جهه واحده اللي هي البحر، حيت تما كاين الماكله والبقاء، ولكن وسط هاد المجموعه كاين بطريق واحد مختلف على البقيه، واللي قرر ما يمشيش معاهم واختار الطريق الصعيبه وقصد الجبال اللي بعاد عليه ب 70 كيلومتر. تخيل معايا 70 كيلومتر ديال الطريق في ظروف قاسيه وسط الثلج، بلا ماكله بلا والو، وحتى انهم حاولوا يردوه للمجموعه اللي كيعيش فيها ولكن بدون جدوى. البطريق كيعاود ينوض ويتجه نفس الاتجاه اللي هو الجبال، وبسبب هاد اللقطه هادي غيسميو عليه The Depressed Penguin او البطريق المكتئب، حيت في الفيديو كيبان بحال اللي مكتئب وقرر ينعزل على البقيه. ودابا غنجاوبوا على السؤال اللي عليه كل شيء، وهو علاش لقطه تصورات في 2007 وبقات سنوات ما مهتم بها حتى واحد، فجاه في 2026 كتولي ترند عالمي. فكيف ما عارفين شحال هادي ما كانش حاجه سميتها السوشيال ميديا، فين كانوا كيعرفوا غير الناس اللي كيتبعوا السينما الوثائقيه، عكس دابا مع التيك توك، انستغرام ريلز ويوتيوب شورتس. اي لقطه قصيره تقدر تنتشر بالزربه، وخصوصا اللي كانت فيها معنى كبير بحال اللي في هاد اللقطه. وباش نفهموا هاد المعنى خاصنا نربطوها بالترند ديال الوينتر ارك. هاد الوينتر ارك كان ترند في 2024، واللي كيهضر بكل بساطه على واحد المرحله فين الشخص كيقرر يبعد شويه ويسد على راسه ويركز في خدمته واهدافه، خصوصا في الشتاء. هاد الفكره لقات انتشار كبير عند الشباب، حيت بزاف ديال الناس ولاو كيحسوا بالعيا من السوشيال ميديا والضغوطات اليوميه، وهنا فين كيطيحوا في واحد الحاجه اللي كتسمى بالمونتال فاتيك او الارهاق النفسي، فكيقرروا ياخذوا الطريق الصعيبه اللي غتبدلهم وتخليهم حسن. فمن الناس شافت اللقطه ديال البطريق ربطوها نيشان بهاد الترند، حيت البطريق قرر بكل بساطه ياخذ الطريق الصعيبه واللي حتى واحد ما رسمها ليه ويمشي بوحده وبعكس ديال القطيع. وبزاف كيشوفوا في هاد البطريق راسهم وكيقولوا انه كيمثلهم، حيت كل واحد فيهم داز ولا مازال كيدوز من واحد المرحله فين كيحس براسو خاصو يبعد شويه على الناس ويسد على راسو ويمشي في الطريق ديالو. وكتبقى ديما الوجهه وحده وهي الجبل، واخا العالم صعيب وبارد بحال داك الثلج، واخا هاد البطريق مات وهو غادي في ديك الطريق بوحدو، ولكن المهم حاول يوصل. ومن هنا ولات اللقطه كتبارطاجا حيت قريبه للواقع ديال بزاف الناس دابا، وكل واحد كيشوف فيها راسو بطريقه مختلفه. كاين اللي باغي يحقق شي هدف دايرو في راسو، وكاين اللي باغي يعاود يبني راسو من جديد باش يشوف راسو احسن من الاول. المهم هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا كنتي وصلت حتى لهنا هبط دابا دير معاك ديك لايك الا كنتي نسيتيها، وخلي معاك ديك سبسكرايب باش يوصلك كاع الجديد اللي كنلوحو. وكان معكم الفا، نشوفكم في الفيديو الجاي.